السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. الله يعطيكم العافية جميعا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في البداية مثل ما تفضل الأستاذ خليفة قصة نجاح، وذكر 5 مفاتيح للنجاح وكتطبيق فعلي فعلا حقيقي للمفاتيح اللي ذكرها الأستاذ. أول شيء التركيز، وأنا أتكلم هنا أنك أنت لازم تركز على نفسك. في بداية دخولي أول 4 شهور أبداً ما تكلمت عند حد من المرشحين، أبداً ما بديت عند الآخرين. أول خطوة هي بديت فيها مع نفسي. خلال ال4 شهور هذه أنا فقط كنت أتعلم، أستهلك المنتجات، أحضر البرامج التدريبية، أحضر البرامج التعريفية، فكأنني يعني عملت قاعدة لنفسي. من بعد ال4 شهور هذه انطلقت مع الآخرين. فالهدف هو أول حاجة لازم تبني نفسك عشان تنطلق عند الآخرين. ضروري أنك أول حاجة تبني نفسك. ال4 شهور الثانية أنا وصلت إلى الSD في 8 شهر. في 8 شهر وصلت إلى الSD. شهر رقم 11 في 11 شهر تأهلت للرحلة الدولية. يعني في السنة الأولى تأهلت للرحلة الدولية من خلال 11 شهر فقط. إن شاء الله. حققت أعلى دخل في أول سنة، أكثر من 7000 درهم، 700 ريال عماني، أكثر من 700 ريال عماني في أول سنة. في السنة الثانية تأهل عندي من الفريق في الرحلة الدولية 4 من الفريق، الحمد لله رب العالمين، من خلال تطبيق هذه ال5 مفاتيح. في الختام أريد أذكر 3 نقاط مهمة أو 3 توجيهات تدريبية طبقتها أنا بنفسي، طبقتها مع الفريق، والحمد لله رب العالمين لا زلت مستمرة فيها. أول شيء لازم تكون عندك رؤية ورسالة تنطلق إليها وبقوة. الرؤية أن أنا كيف أحصل على شراء منتجاتي مجانا، كيف أحقق عوائد مالية وأحقق الحرية المالية، كيف أساعد الفريق اللي موجود معي أن يحقق أيضا نجاح. الرسالة: كل عضو في DXN وهو متبني فعلا مشروع DXN، متبني نظام DXN كمشروع، لازم تكون عنده عدة رسائل. الرسالة الأولى هي نشر السعادة الصحية، فكريا، صحيا، فكريا، نفسيا، جسديا. الرسالة الثانية نشر السعادة المالية بتحقيق الحرية المالية وتحقيق الكرامة المالية، أن نعيش بكرامة مالية، ما أحتاج لأي أحد ثاني. الشيء الثالث أن أنا أنشر السعادة الاجتماعية من خلال تطوير الذات، تطوير الذات لنفسي ولشركائي في النجاح. هذه 3 رسائل مهمة يجب أن تكون عند كل عضو فعلا متبني نظام DXN كمشروع حقيقي له. النصيحة الثانية: لازم يكون عندي تخطيط. أنا اليوم بعد 5 سنوات كيف راح أكون؟ ما هي أهدافي القادمة؟ ما هي طموحاتي القادمة؟ إلى أين أريد أن أصل بعد 5 سنوات من اليوم؟ هل أنا بكون نفس اليوم؟ لا طبعا. لازم هذا الشيء أغرسه في نفسي وأيضا أغرسه في نفوس شركائي في النجاح. النصيحة التدريبية الثالثة: يجب الدافع لدى كل إنسان هو اللي يخليه فعلا مثل ما قال أستاذ خليفة يكون عنده شغف أنه يحقق أهدافه. الدوافع: يجب على كل قائد فريق أن يكتشف ويدرس جيدا دوافع فريق عمله، ثم يوجه هذه الدوافع أنهم هم كيف يوجهون هذه الدوافع لتحقيق أهدافهم. الله يعطيكم الصحة والعافية.
شكرا لك. تفضلي استاذه، تفضلي. شكرا جزيلا. استاذ خليفه.